حسبكم تسمعوا البرنامج وتشيلوا الحاجات دي وانت يا استاذ امانه عليك لا تخاطب ان شاء الله ان شاء الله. عشان طول اليوم من امبارح الناس كلها كده عمالين الشغل وانا مش قادر حرام عليك. انا شدت كل بنت وكل اخت وكل راجل حطني على الموبايل. انا بناشد ولاد بلدي والبلد التانية بقى على الشل ما شلنيش يا حر. بس انا منكم وعليكم ما تهونيش اكتر من كده. انا تعبت. انت يا ستي بتصور معايا بتعمل معايا مش عارف بتعمل معايا كده ليه. انا عملت ايه؟ انا لما اشوف حد بيجي بتعب نفسيا. ايه ده يا عم حماده ان شاء الله. يعني مناشدتك دي بس عايز اقول لك ان وسائل الاعلام اللي انا نفسي كل اخت ارجوكم ابوس على كل اخت تشيلوا المقاطع دي اللي على النت او على الفيسبوك او على اي حاجه. المنظر اللي بشوفه انا هتقضوا على ابن ادم. هتشوفوا غم، هتشوفوا مرار. ايه اللي هتشوفوا واحد يعني هيدوكوا ده قلب ازاي وهو عمال يقول زي ما يكون عايش في نار جهنم وعمال يبلع الشمال مش عارف ايه. حد يقول انه دودي واحد مكسح. يعني موقف سيء. وانا بلاش وزير الداخليه الناس اللي عملوا فيا كده لازم يعملوا معبره في التلفزيون ويحاكموا محاكمه والناس كلها تشوفهم عشان تاني مره يبقوا عبره اللي عملوا فيا ده. يمكن ربنا عمل كده عشان الظباط دي اللي عملوا كده او اي حد لازم ربنا هيخلص وهياخد جزاته في الدنيا وبرضه ربنا مش هيسيبهم في الاخر. طيب محمد انا طبعا مناشدتك لكل وسائل الاعلام اعتقد ان الجميع هيستجيب. بس عايز اقول لك انه هدف الناس كان عندها هدف نبيل وهو انه تفضح القتله اللي عملوا فيك كده. ولولا هذه المشاهد ما كانش العالم كله